وقال ايه بقى؟ بيقول لي الرغيف الواحد ب40 جنيه. طب انا عشان اعشي العيال وابوهم عايزاني بقى 400 جنيه يا ولاد. لا النهارده بقى هنعمل مع بعض طريقة الكبدة بالردة باسهل واحلى طريقة. ازاي تبقى طرية وفي نفس الوقت الكفر ما يقعش من عليها، ومع شوية سلطة لسان العصفور اللي بجد هيجيبوا اخر الشارع. بس قبل ما نبدأ صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. في طبق كده بنحط معلقه صغيره من الملح والفلفل، كزبره وكمون، بابريكا وتوم باودر. بننزل عليهم بعصير ليمونتين وكوبايه من الزبادي او نص كوبايه من الحليب، براحتك خالص. انا بحب ده وبحب ده، فالمتوفر ضيفيه. قلبي بقى كله مع بعض بالشكل ده كده، وبعدين تنزلي عليهم بالكبده. الكبده دي يا جماعه كبده مستورده او كبده مجمده. اهم حاجه فيها انك تغسليها. الناس اللي بتغسلها بخل وليمون والكلام ده، لا طبعا ما تغسلوهاش كده خالص لانها تهروها. انا بغسلها بميه وملح فقط. يعني الاول بشطفها بميه بيضه وبعدين بشطفها بميه بملح وبس كده، وبنصفيها وبنتبلها. انا هسيبها بقى في التتبيله كده لحد بس ما احضر الطحينه. اصلا يعني انا ممكن اشتغل فيها على طول مباشر، بس انا بحب قوي ايه اسيبها 10 دقايق كده ولا حاجه. حطيت بقى هنا شويه طحينه من بتوع العزبه القمر، حطيت عليهم ملح وفلفل وتوم وبصل بودر. لا بصل لا، بابريكا. ما تحطيش بصل، الطحينه مش بيتحط عليها بصل. حطيت بقى عليهم كده شويه من الميه المغليه وهبدا اقلب. الطحينه بتاعت العزبه دي تجنن ما شاء الله. المهم بقى انزلي بشويه شويه ولحد ما توصلي للقوام المناسب. وهي دي طريقتي في الطحينه اللي كل الناس بتدوقها عندي وبتشكر فيها قوي بفضل الله. لازم اتبلها، مش مجرد ملح وفلفل وخلاص، لازم اتبلها واحط عليها ليمون وخل. خلاص بقى الطحينه جاهزه معايا، بسيبها بقى على ما بتبرد بتكون تقلت عن كده. ويلا بينا نحضر بقى الكبده. علشان بقى تعملي كفر يكون لونه فاتح ومتماسك، معايا كوباية من الردة، عليها كوباية من الدقيق، وعليها نص كوباية من دقيق الذرة. طيب يا حورية انا مش متوفر عندي دقيق ذرة، استخدم ايه؟ حطي معلقة واحدة بس من النشا. بعملها كده وبعملها كده وبتكون ممتازة. ايه لازم دقيق الذرة؟ ان هو بيخليها كريسبي من بره بس متماسكة. تمام. طب ايه لازمة الدقيق؟ ان هو مش بيخليها سودة وغامقة، لو ردة بس هيخليها سودة وغامقة والكفر هيقع. لكن المعادلة دي مع بعض ما شاء الله بتكون هايلة. انزلي بقى بالكبدة شوية شوية كده، انا حطيت 4 قطع او 5 وببدأ اقلبهم بالشكل ده. وعاوزة اقولك ان كمية الدقيق على الردة دي تكفي اكتر من كيلو من الكبدة، بس انا عملت نص كيلو بس. اللي بيتبقى بنخله وبشيله في برطمان بستخدمه كمان مرة، بس لازم تضيفيه تحطيه في التلاجة علشان يعني ما يسوسش. تمام. هننزل بقى بالكبده بتاعتنا في الزيت المغلي. ركزوا بقى معايا، الزيت لازم يكون سخن وغزير علشان تطلع زي بتاعه المطاعم طريه. لازم تعملي ايه؟ يكون الزيت سخن وغزير. انا مش عارفه الحروف داخله على بعضها ليه يا ولاد النهارده. البرمجه باظت ولا ايه؟ المهم صليتوا على النبي، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. خلاص بقى والكبده على النار. بنعمل بقى الايه المرحله اللي بعدها. ما تتبليش الكبده كلها في الدقيق وتركنيها جنبك وتجبس، لا. وخلاص انت بداتي ان انت هتطلعي اول طاسه من النار، تكوني بتحضري الطاسه اللي بعدها. لكن ما تسيبهاش جنبك زي البانيه كده، ما ينفعش تشمعيها زي البانيه. بصوا بقى الجمال والحلاوه، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. ما بتاخدش بالظبط 4 دقايق في النار. وما تقلبيهاش، يعني نزليها وسيبيها تغلي وما تقلبيهاش. اول ما تلاقي لونها غير كده ابدأي بقى قلبي. تمام كده علشان الكفر ما يتشالش معاكي. بسم الله ما شاء الله تحفة. والريحة بقى ما اقولكوش تهبل يا بنات. معلومة بقى من اختكم كده صغيرة، اي مقالي بتعملوها ما تطلعوهاش ابدا على مناديل، طلعوها على مصفى بالشكل ده. والله العظيم هتبقى كريسبي الوقت اطول واحلى مليون مرة من المناديل. المناديل بتاخد الزيت وتشربه وتعرق وتبوش الكفر، لكن المصفى بتخليه كريسبي ومقرمش. ويلا بينا نحضر بقى احلى سلطة بحبها في حياتي. حطيت شوية زيت في الطاسة، هنزل عليهم بكبشتين صغيرين كده من لسان العصفور. اول ما يبداوا ياخدوا لون معايا قطعتين من الكبده مقطعاهم مكعبات صغيره. الكبده دي مستويه؟ لا، الكبده دي نيه. في ناس بيحطوا الكبده قبل ما تتبل، يعني بيقطعوها قطع قبل ما تتبل. لا انا حبيت اخد من اللي متبله، يعني بعد ما اتبلت خدت شريحتين قطعتهم قطع صغيره. هنزل عليهم بقى بفصين 3 كده من التوم. المفروض يكون التوم مفروم، بس علشان كان متلج فبصراحه استسهلت ان انا اقطعه.
حطيت كده 3 فصوص من التوم، ويا ربي بقى على الريحه، يا نهار ابيض. رشه بقى صغيره كده من الفلفل الاسود، رشه صغيره من التوم البودر والملح، وشويه من البابريكا، وقلب قلب قلب يا ست الكل. بعد ما خلاص بقى اتاكدتي كده ان الكبده استوت معانا، انزلي عليهم بمعلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم. لو عندك طماطم فريش مفيش مشكله برضو هتكون حلوه. قلبي بقى تقلبتين كده، وبعدين انزلي بكوبايه ميه مغليه. بصوا يا دوب كده بالنظر كده تغطي لسان العصفور، يعني اياميها بنظرك كده على حسب الكميه اللي انت حطوها. سيبيها بقى هنا كده على نار عاليه تاخد غلوه، وبعد ما تاخد غلوه هدي النار وسيبيها. يلا بينا بقى نحضر. بصوا بقى، بصوا الحلاوه والجمال يا بنات. بالله عليكم انا اروح اشتري سندوتش في قطعه واحده ب40 جنيه؟ طب ليه؟ انا جبت نص كيلو ب75 جنيه، وعملت شايفين الكميه بسم الله ما شاء الله، يعني بحق رغيفين عملت كميه قد ايه بسم الله ما شاء الله. هتقولي لي طب ما احنا بنقلي وزيت وبتاع. والله يا جماعه لو حسبتوها يمين شمال انتوا برضو موفرين. اي حاجه بتتعمل في البيت لازم تكوني موفره فيها. يلا بينا بقى واحنا بنغرف نقول ايه؟ ها فاكرين ولا لا؟ نقول الدعاء. بس قبل برضو ما نقول الدعاء، شجعوا اختكم حوريه بلايك كده للفيديو، علشان الصفحه واقعه جدا جدا وخلاص حاسه باحباط رهيب. فحاولوا ان انتوا تعالوا لي الصفحه كده بلايكات، بكومنت حلو، وبتبعتوا الفيديو لاصحابكم، يعني شجعوني. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في امر جديد، اخرجنا من حلق الضيق الى اوسع الطريق، بك ندفع ما لا نطيق، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حبايب قلبي في كل مكان، ربنا يديمكم نعمه في حياتي، ويرزقكم الصحه والستر والرضا. بحبكم في الله. كانت معاك حوريه، والسلام عليكم ورحمه الله.